اهلهم بلشوا يطالعوا اطفالهم ونسائهم، اما اللي تحتهم الجنود اللي عندهم ما سائلين عليهم، هن مجرمين. صدقت. بس ولكن انتهوا، خالصين، انتهوا حرفيا انتهوا. مسرحية قسد انتهت. النت عندي نظامي، الصوت شغال نظامي يا جماعة. العصايب الحمراء رح تدخل بالمعركة. والله يا زعيم اتوقع ما هو لازم يعني العصايب تدخل على قسد. يعني حرفيا قسد سقطت، نظامي سقطت. انتوا لو شوفوا التخبط اللي عندهم حاليا والخوف والهلع، تستغربوا، حرفيا هلا تستغربوا. وين اخونا ابو جمال، الحكي الفاضي؟ اخونا ابو جمال انسان يعمل في مفصل معين، يعمل في الاعلام العسكري الميداني، وهذا امر معلوم للجميع، وبالتالي تصريحاته محسوبه عليه. فهي الاسئله لا كثير تضغطوا فيها على اخونا. اذا سالته هنا انا او اي انسان مستقل بيقول لك مو بس العصائب قد تدخل، لا سيدي، والشاهين والمسولين والكحالين والحفيانين ومن يحبون الموت كما يحب اولئك الحياه. السيناريوهات مفتوحه، ولكن مثل ما قال ابو جمال لا يستحق ذلك، لا يستحق ذلك. يعني الامر ابسط من هيك بكثير. يعني ما هي ساعات الا وان دارت رحانا مع رحاهم طحناهم وكنا طاحنين. اقسم بالله من سيقضي على قسد هم ابناء العشائر العربيه المحتله من قبل قسد. ما ان يفتح طريق امداد بالسلاح وان تطمئن العشائر العربيه الى انه هناك ظهر يحميها من فجر الحريه او العدوان، حتى ترى بانه عشائر العرب المحتله من قبل قسد الفارسي الايراني. هون في نقطه مهمه جدا لازم نحكيها. نحن لسنا ضد المكون الكردي ابدا، ونريد ان نحرر الكرد. بدي بس أوقفك شوي يا استاذ. تفضل. في واحد عم يحكي على الكراد وكذا، عم يقول لي نحن الكراد ونحن كذا. معلم انا الصبح بس لو فعلان يطلع معي، كنت عم دوار الكرة، فالتقيت بشخص كردي عم يشتري اغراض وكان عم يتمشى معلم كردي. كنت اخذ معاه مقابله ويحكي، بس قال لي ما بطلع الاعلام. حرفيا اليوم هذا الشيء موجود عندنا في ادلب، فنحن والكراد ما في بيناتنا اي شيء. يا شباب بالنسبة للأكراد كما قلنا الكرد كمكون يعني غالبيته مسلم، كي لا يصور لكم أدعياء وجلان بأنه كل الملاحدة وما إلى هنالك وعباد الطاووس وكذا. هي واحد. اثنين، في إدلب وفي الفصائل العسكرية من أشرس المقاتلين إخواننا الكرد. ثلاثة، أنا شيخ الدكتور كردي رحمة الله عليه شهيد. أربعة، يوم اللي ظلموا الكرد، يوم اللي ظلموا أو وقعت مظلمة على الكرد في جلديرس، ألم تفزع لهم قيادة إدلب على تصنيفها وأرهبتها؟ شو عم تحكوا انتم؟ نحن رسالتنا إلى كل السوريين، ما عندنا مشكلة مع الكرد، نحن لدينا مشكلة مع القسد الفارسي القنديلي الذي أتى ليسرق خيرات سوريا لصالح أجهزة استخبارات إقليمية، ويقسم البلاد ويحرم سوريا من سلتها الثروية أو يعني ثرواتها الوطنية. هي مشكلتنا، ما مشكلتي مع كردي ولا غيره. هم الأكراد موجودين في المحرر من 10 سنوات 9 سنوات، من جنيحهم. فهي النقطة يجب أن تفرق بها بشكل جيد جدا. لسنا ضد الكرد كمكون يا رجل، احنا العلويين وغيرهم والدروز وكذا ومن كان وكان يعني قلنا اذهبوا فأنتم الطلقاء لأجل بناء سوريا. فتجي تحكي لي عن كرد ليس لهم علاقة ومحتلين. أبو جمال تواصلوا معنا عوائل من الكرد عندهم دعاوى رافعينها بألمانيا وبأوروبا على قسد، عم يخطفوا أبنائهم وبناتهم وبياخذوا أراضيهم ومقدراتهم بحجة القتال لأجل وطن قومي. الكرد مضطهدين يا أخوي. أنت يا أبو جمال أنت ما طلعت على الساحل؟ ما رحت على القداحة؟ ما شفت العلوي الفقير اللي ما له علاقة بآل الأسد كيف مطحون، ما عنده كهرباء ولا عنده خبز؟ وقسد كذلك، والله اقسم بالله في اكراد مش شبعانين الخبز وبياخذوا بناتهم وابنائهم غصبا عنهم. فهي حقيقه المعركه لتحرير السوريين من الايدي الخارجيه. قسد ومن لف لفها، والمفاجآت قريبه من داخل قسد. قد ترون عدو الامس صديق اليوم ونقاط بعدها، نقاط حروب.
يا جماعة ملف قسد خاص سكر يعني، وقسد أنا من هلا بكون إن شاء الله إنه بإذن الله عز وجل سقطته خاصة بإذن الله عز وجل راح تطلع من سوريا. بس نحن نحب نوجه رسائل أخيرة يعني، اللي عنده تواصل مع حدا موجود داخل منطقة قسد، ترى المدني عليها الأمان، تضل ببيوتها ما حد حواليها، حتى اللي بزت سلاحه بيقعد كمان هذا عليه الأمان يعني. مع الأمور لوز يعني، ما نحن ما لنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام. أهم شيء مظلوم عبد إذا عنده ألبوم صور ياخذوا معاه يستر على عرضه، وأنا أصلا أعمل ترند على الفيسبوك. بقول لك افلام رعب، افلام رعب. يا شباب، اي مثل ما والله. قال ابو جمال، اللي له اهل، اللي له ناس، اللي له عزوه، اللي له شارع فكري او ثوري، لينصح اهله ان كانوا عسكريين بالقاء السلاح والتنسيق مع العمليات العسكريه، وان كانوا مدنيين فليلتزموا بيوتهم. فقد سقطت الدعايه التي انتجها عنا الاسد باننا اقصائيين وارهابيين وقتلي وماجورين وسوريا ستذهب الى حرب طائفي. شوفت عينكم ان شهر ملتصقين، شهر ونصف، لم نذبح احد ولم نعاقب احد ولم لك حتى ما قاصصناهم بالمحاكم. شوفت عينكم صرنا نسب. فهي الدعايات كلها كذب، والقادم أجمل. ومثل ما قال أبو جمال، نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، ولكن لا يمكن للبلد بأن يستمر أو يتطور أو ينمو بلا وحدة الأراضي السورية، وبلا عودة ثرواتها إلى خزينتها، وبلا الهروب والتنصل من حاجتنا إلى المساعدات الدولية. هذا أمر محتوم، قلناها من أول يوم بتحرير دمشق، من أول يوم اتهمت القيادة بالتقاعس، قلنا لن يكتمل النصر إلا بتحرير آخر حبة تراب. واللي مفكر حاله آمن والمجتمع الدولي راح يحميه وأمريكا، ترى هذا واهم. في السياسة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم. وحدة الأراضي السورية كلمة لا نقاش فيها، خط أحمر عريض. ومن قال في إدلب صدق في دمشق. واليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد ساعات، العلم والله عند في الله، دمشق سترون مصداق ذلك. تفرق بإذن الله عز وجل. جميل الحسن يا شباب بالمنطقة وما في شيء، أموره تمام. أبو السعد أبوه بخير، خير. مين عم يسأل عليه؟ ما بعرف معلم، كاتبين أبو جميل، جميل وين، جميل وين، جميل وين. اليوم كان عم يصور ما في شيء، أموره تمام. سوي ساعة يوميا ضروري. هو هيك والله الجوال جوال ما في شحن، وأنا ما فيني شحن. يلا يلا اتكل على الله، يلا الله يحفظك، يلا حياك الله. الله يكرمك. وين تبلش معلم؟ في حشودات حاليا، انتوا بس تستوعبوا معناتها الامور العسكريه يعني، انه اليوم ارتال تتوجه للمعركه الفلانيه، الارتال توجهت لهنيك لتحشد، معناتها انه بلشت المعركه. يعني المعركه راح تبلش يعني، اذا بدك تطلع العالم تظبط الامور ووضعوا شكلسات امورها خاصه ان شاء الله يعني، الامور مرتبه. فلا تاكلوا هم، حطوا ايديكم ورجليكم ما بيردي وتكلكشوا. نشرت فيديو صحيح نشرت فيديو على التيك توك بس انحذف، نشرته على التليجرام. الفيديوهات العسكرية هذا البرنامج عم تنحذف فورا، عم ينشر كل شيء على التليجرام. يا جماعة اللي ما عنده تليجرام ضايع الأخبار عنه 99%. يعني انتهت أكيد يعني توجهت أرتال. اي والله يا زعيم توجهت أرتال، والله والله يا زعيم أقسم بالله. هلا بجيب لك مصحف طبل لك عليه. شو اسم الصفحة؟ الإعلامي محمد جمال على